المغرب تصنع تاريخ للعرب. ماتش ودي لكن انتصار الاول قدام البرازيل تاريخيا، ومباراه المغرب ما خدتهاش بالحظ او بالصدفه او بفرصتين، لكن مباراه عن جداره وعن استحقاق، وتشعر انه اللعيبه في الملعب على قدم المساواه، بل انه في بعض المراكز في الملعب تشعر ان المغرب اشرس قدام فينيسيوس، قدام رودريجو، قدام الجن. لعيبه المغرب واقفين في الملعب صلابه دفاعيه وصلابه هجوميه ايضا في التحولات بشكل مرعب، سواء كان الامر يعتمد على جماعيه الفريق وانت بتدافع وانت بتهاجم، او لما بتحتاج الفرديات، او لما احتجت مقاعد البدلاء. في النهايه الكيمياء كلها كانت ماشيه، ويحسب لهذا المنتخب انه بعد كاس العالم لم يتعرض الى اي انتكاسه. كنا بنتكلم عن ده، وانا سايب لك بقى الفرصه انك تشرح ده كاملا. يعني شوف، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الشراسه والقوه اللي كان بيلعب بها لعيبه المغرب. يمكن افتكرت حالا دلوقتي صديق عزيز مغني مغربي مهدي المحجور قال لك ايه: الرجوله بحر قلوا فيها العوامه، ولكن مع المنتخب المغربي الرجوله بحر كتروا فيها العوامه. عايز اقول لك ان المنتخب المغربي باللي اداه في مباراه البرازيل يا محمودي مش مجرد انتصار عادي، لان انت بتتكلم النهارده المواجهات العربيه البرازيل مع البرازيل 23 مواجهه سابقه. المواجهات كلها ايه؟ 23 خساره للمنتخبات العربيه. 71 هدف سجله البرازيل مقابل 9 اهداف سجلته المنتخبات العربيه. فبالتالي انت لما بتتكلم عن مباراه زي مباراه المغرب والبرازيل على الملعب الكبير في طنجه بالحضور الجماهيري الرائع بالتيفو الاروع اللي بداوا بيه المباراه، صنعت التاريخ، وان كان من خلال مباراه وديه، لان هو اول انتصار لمنتخب عربي على المنتخب البرازيلي. زي ما انت شرحت في عجاله واتكلمت وقلت ان المنتخب المغربي زي ما بيدافع بكتله واحده بيهاجم بكتله واحده، وكانك حصل كده ديجافو او فلاش باك وقعدت تتفرج على مباريات كاس العالم. انا صحيح. كنت اكني بتفرج مش في طنجه، انا بتفرج على مباراه كانت في كاس العالم في قطر بنفس الكيفيه، حتى بنفس التشكيل اللي كان بيبتدي بيه وليد الرجراجي، اللهم الا من تغيير واحد، سليم املاح مش موجود مكانه اللاعب اللي بينتظر مستقبل باهر بلال الخنوس، اللي اصبح في كاس العالم ممتاز. اصغر لاعب في تاريخ العرب بيشارك في قائمه او يشارك في مباراه لما لعب في مباراه الثالث والرابع. طيب عايز اتكلم على كذا حاجه ليها علاقه بالمغرب. اولا يحيى عطيه الله، لانه الراجل اولا ودي مهمه جدا مع المغرب غير مع الوداد. في تحول في الاداء الفردي ليحيى عطيه الله، دي حاجه. والحاجه الثانيه انك بتوفر لاعب بيشغل كذا مكان وبتستدعيه في مباراه صعبه جدا وبيطلع في النهايه واحد من اهم نجومها، وبالتالي على الصعيد الذهني انت جاهز، على الصعيد البدني حاضر، على الصعيد الفني كمان المستوى في تطور عن مع ان احنا بنشوفه مع الدوري المغربي. شوف، انا بشوف ان يحيى عطيه الله واحد من اللعيبه الملهمين في الكره المغربيه، لان لاعب كان بدا في اسفي وبعد كده احترف في الدوري اليوناني وفشل ذريع، يرجع على الوداد يتالق ويكون واحد من نجوم الدوري المغربي وبعدين ينضم، وعلى عكس كل التوقعات لما تم الاستعانه به في مباريات كاس العالم البطوله الابرز والاقوى، ادى مباريات كانت اكتر من رائعه.